ده اصلا احنا لو بصينا للقرآن الكريم هنكتشف ان احنا كنا في كارثة السنين اللي فاتت. انت عارفة حضرتك ان القرآن ما فيهوش بتر ليد السارق في القرآن؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني لما ربنا بيقول فاقطعوا ايديهما، ليه ما قالش يديهما؟ ليه ايديهما رغم ان هما اتنين، سارق وايه وسارقة؟ ده القطع في اللغة ليس معناه البتر، ده معنوي مش حسي كمان. القطع هنا معناه ايه؟ مسكوا محمد عبد الله سارق وودوني للاسم، القاضي يقوم يقول لي يا محمد انت بتشتغل، اقول له لا يا سيادة القاضي. حد الكفاف متوفر لك، لا يا اكلك سيادة القاضي. وشربك يقوم موجود. القاضي عامل ايه؟ يعمله مرتب لمحمد عبد الله 500 جنيه ياكل بيه، يبقى ده اسمه ايه؟ قطع يده عن السرقة. وبما أنك تحتكم في تفسير القرآن إلى اللغة العربية، فإننا بإذن الله سنجعلها حجة عليك لا حجة لك. لماذا لم تكمل بقية الآية؟ لماذا لم تقرأ قول الله تعالى جزاء بما كسبا نكالا من الله؟ لأن بقية الآية تكشف كذبك ومكرك والتدليس الذي عهدناك عليه. فهل تعلم معنى نكالا من الله في اللغة العربية يا ميزو؟ النكال في اللغة هي العقوبة، وبذلك يكون تفسيرك للآية اجعلوا للسارق مرتبا شهريا نكالا وعقوبة من الله. قبحك الله وقبح من تبعك ومن أيدك.